يا مساء الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده وكالعادة نصلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض زي ما انتوا شايفين كده سمك فيليه. أنا دلوقتي معايا السمكة، هقطعها بالشكل ده كده وهتبلها. والأفضل ان انت تتبليها وتسيبيها فترة في التتبيلة عشان تاخد من طعم التتبيلة تبقى جميلة معاكي. انا قطعتها كده بالتقطيع بالطول كده، حابة بقى تقطعها بالعرض. يعني انا مقطعاها كده شرائح طويله كده، حابه انت تقطعي بقى كل قطعه اتنين مش حاجه ترجع لك بقى. معايا نص ليمونه، هحطها كده على السمك. وهتبل التتبيله بقى هنتبل التتبيله مع بعض. دي توابل سمك، معلقه من توابل السمك. انا بحط بالمعلقه الصغيره. معايا صويا صوص معتدل، ولا حراق ولا بارد، معتدل. معايا خردل او مستردة. التتبيله دي جميله جدا يا بنات في السمك وفي الفراخ، صراحه جميله، بس طبعا مش هتحط توابل سمك في الفراخ. معايا توم المهروس، توم مهروس على جنزبيل على كمون على ليمون على خل على زيت زيتون. بص، جميله بحبها اوي الخلطه دي. يبقى احنا حطينا توم مهروس زي ما قلت لكم كده، صويا صوص، مستردة او خردل، حطيت معلقة من بهارات السمك. هقلب ده كله بقى مع بعضه. وهسيب التتبيلة دي شوية. معايا حلة على النار فيها معلقة حلوة كبيرة كده من الزبدة. هنعمل الرز بقى على ما على ما السمك اسيبه شوية في التتبيلة. الكوباية دي بتاخد نص كيلو من الرز، فانا الرز البسمتي اللي كل كوباية كوبايتين من نفس كوبايتين من نفس الكوباية مية، مش زي الرز المصري. معلقة من التوابل كده مشكلة، مرقة دجاج، معلقة صغيرة كده من توم البودر، فلفل اسود شوية صغيرين برضو. دي توابل زي ما انتوا شايفينها كده جميلة قوي، زي توابل الكبسة كده، او هي توابل الكبسة يعني مشكلة. فانا حطيت منها شوية برضو على الرز. ورق هي توابل فيها جميع التوابل كده، فيها حاجات كتير قوي حلوة يعني. اهو بوريكم التوابل اللي فيه. ورقتين بقى من الورق ال الغار. معايا كوباية رز، بيقولوا عليه ورق غار او ورق لوري يعني. اي الاسم بقى اللي انت بتقولي ببلدك بقى بيه يعني، لوري او غار. انا قلت حطيت كوباية، غسلت الرز كويس، هنزله بقى كده بعد طبعا ما المية غلت. وحطيت ملح برضو شوية ملح، لان جيت لقيت الرز عادي بشوية، حطيت ملح كده. خلاص الرز جاهز معايا كده، هسيبه بقى لحد ما يستوي براحته. وزي ما انتوا شايفين برضو اهو استوى بقى حلو. الريحة طبعا جميلة، الريحة جميلة جدا. انا كوباية الرز زيها بنفس الكوباية كوبايتين مية. ده الرز اللي هو البسمتي. في انواع رز مصري كتير قوي بيزيد برضو، يعني ممكن تحط كوباية رز مصري
زيهم كوبايتين ميه. وفي رز انواع كتير بتحط كوبايه رز مصري وكوبايه ميه، انواع كتير كتير يعني. شايفين الرز ما شاء الله، ما حطيتلوش ميه تاني والله، زي ما انا قايله لكم كده قدامكم في الفيديو. كده بقى معايا شويه دقيق. هاخد بقى السمك اللي انا متبلاه واحطه في الدقيق وفي الزيت على طول بقى. اكله خفيفه وسريعه وفي ثواني، ما بتاخدش وقت. طبعا احنا مش هنتقل كفر الدقيق عليها يعني، عادي زي ما بتعملي اي نوع سمك عادي. تكوني طبعا انت حاطه بقى زيت سخن على النار عشان تنزلي بيه على طول. والزيت معايا دلوقتي خلاص هو بيغلي، هنزل انا بالسمك فيه على طول. لو وصلت لحد هنا في الفيديو لسه ما عملتش اللايك، اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو وقولي رايك ايه. اسفه صوتي متغير شويه عشان عندي برد. كده السمك خد معايا اللون الجميل اهو. طلعته. شويه بقدونس بقى على الوش كده. من جوه ما شاء الله مستوي حلو زي ما انتوا شايفين كده. هعرف بقى الرز، شايفين الرز. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وربنا يصلح احوالنا جميعا. طبعا اي حاجه هتقابلك في رز هتشيليها، يعني مش هتقدم الرز بالحاجات اللي احنا حطيناها لا فيها، لا هتشيليها. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. واعملوا لايك، واللي بيتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه ياريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل. وربنا يحسن ما بين ايديكم. طبعا بقى في مخلل وفي سلطات وفي حاجات، وفي برضو شوربه السفود لسه على النار، بس انا يعني وريت لكم الجزء بس اللي انا اللي انا عملته معاكم اهو. كده كامله معايا اهي. قولوا لي رايكم طبعا.